بسم الله الرحمن الرحيم. شركة مصر للتنمية العقارية ترحب بكم وتشرف ان انتم تختاروا عندنا افضل المشاريع في الحدائق. حدائق الاهرام كانت من 5 سنين ما كانش فيه غاز طبيعي، ما كانش فيه شوارع متسفلتة، ما كانش فيه سور حوالين المدينة. كان المتر ساعتها بحوالي 850-900 جنيه. اما حدائق الاهرام الحمد لله بقى فيه سور حوالين المدينة من البوابة الرابعة لغاية البوابة الأولى. دخل غاز طبيعي لحدائق الأهرام، بتعمل متحف قريب من البوابة الأولى. حدائق الأهرام سعر المتر فيه وصل فيها حوالي دلوقتي 1400 و1350 و1500. حدائق الأهرام متوقع إن كمان من 2 ل3 سنين سعر المتر فيها بعد كده تروح من 1800 جنيه لغاية 2200 جنيه، لأن هيتعمل فيها وصلة للدائري من قدام البوابة الثالثة مباشرة، وهيتعمل فيها مشروع المترو المرحلة الرابعة. هيبقى فيه محطتين مترو، محطة مترو في البوابة الأولى ومحطة مترو في البوابة الرابعة. ده هيرفع سعر الحدائق جدا. وحاليا دلوقتي الأراضي قلت جدا في الحدائق، وارتفع سعر الأرض حوالي لا يقل عن 400,000 جنيه في الأرض الواحدة. يعني حوالي 300 أو 400 جنيه في المتر، لأن المتر الأرض حاليا حوالي 1000 متر، يعني لا تقل عن 400,000 جنيه. فده هيرفع سعر الوحدات جدا.